أنا متجوز وشغال في دولة عربية، ومراتي شغالة معايا في نفس البلد، وأهلها كمان موجودين قريب مننا. مراتي مرتبها كانت بتاخده لنفسها بالكامل، وأنا مرتبي الحمد لله أكبر بكتير، وكنت شايل كل مصاريف البيت لوحدي، من سكن وأكل ومصاريف وعلاج، لأني مؤمن إن ده واجبي قبل أي حاجة. والدنيا كانت ماشية كويس لحد ما في يوم قالت لي بكل بساطة إنها عايزة عربية. استغربت وقلت لها ليه عربية؟ ما أنا معايا عربية وبوصلك في أي حتة تحبيها. قالت لي لأ، أنا عايزة عربية خاصة بيا زي صحابي. حاولت أفهمها وقلت لها إن مرتبك ليكي ومش باخد منك جنيه، ولو حابة تحوشي وتجيبي عربية ده حقك، أو حتى استخدمي عربيتي في الأجازات. لكنها ردت رد صدمني وقالت لي أنت لازم تشتريها بفلوسك، هو أنت فاكر أنا متجوزاك ليه؟ الكلام دخل بينا في خناقة، وأهلها دخلوا في الموضوع، والخلاف كبر لحد ما وصلنا للطلاق. بعد كام يوم أهلها قرروا ينزلوا مصر، فقلت أوديهم بنفسي يمكن الأمور تهدى. وقبل ما ننزل قلت أفتح الخزنة آخد مبلغ معايا، لكني اتفاجئت إن شبكة مراتي مش موجودة، وكمان دهب كنت جايبه استثمار بمبلغ كبير اختفى. لما سألت مراتي قالت ما تعرفش حاجة، ولما كلمت أهلها قلبوا الموضوع عليا وقالوا إني بتهمهم بالباطل. وأنا وقتها كنت تايه ومش فاهم أعمل إيه. سبت كل حاجة ورحت على المطار وعملت بلاغ رسمي بمواصفات الدهب وميعاد الرحلة، وبعدها بساعات اتقبض عليهم واتضح إنهم اللي أخدوا الدهب. من ساعتها ومراتي بتعيط وبتعتذر وبتترجاني أتنازل عن القضية عشان أخرج أهلها، وأنا لحد النهاردة واقف قدام اختيار صعب بين إني أتنازل عشان خاطرها أو أسيب الحق يمشي في طريقه، عشان الكل يعرف إن اللي بيتسكت عليه مرة بيتكرر، وإن الحق لما يضيع ما بيرجعش بسهولة.